انا عايز اقول لك ان ده ممكن يكون اغرب سندوتش انا جربته في حياتي. فده سندوتش بالمانجا وشكلنا داخلين على مرار طافح. عايز اقول لكم ان ده احسن سندوتش ناشفيل تشيكن انا دقته في حياتي. حلو جدا. توابل الاندومي مغطيه السندوتشات بطريقه مش طبيعيه. لا مش هقدر اكمله. مساء الفل، معاكم الدرش وفيديو جديد. ومين بيعمل احسن ناشفيل تشيكن في مصر؟ النهارده جبنا لكم اقوى 5 براندات طالعه بتعمل، بس هي متخصصه في الناشفيل تشيكن، يعني مش بتقدم بروست او فرايد تشيكن، هي بس متخصصه في الناشفيل تشيكن. جيب اقول النهارده في 5 هيكسبوا من احسن مطعم هيقدم لنا النهارده الناشفيل تشيكن. اعمل لايك، اشتراك في القناه، واكتب احسن ناشفيل تشيكن في مصر. يلا نبدا مع اول واحد. اول واحد معانا كوك سكواد. طيب احنا حاولنا نجيب الاوردر ثابت من كل المطاعم، بس في ناس تقدم 3 قطع، في 4 قطع، فاحنا جبنا 3 قطع ستريبس تندر يعني من عند كل المطاعم. اللي ما كانش عنده 3 جبنا من عنده 4. وجبنا اغرب سندوتش في المنيو بتاع كل واحد. ففي النهارده مفاجآت بالجمله يعني. ده كده شكل البوكس. ال3 قطع تندر من عند كوكو سكواد. ال3 قطع جايين بسعر 360 جنيه. انا مش عارف يعني، هو اول واحد جاي. بصوا قطعه التندر قد ايه. يعني القطعه ما شاء الله جايه حجمها، يعني ده مش حجم ستريبس خالص. انا عايز اقول لكم ان ال3 قطع حجمهم كبير. هقول لكم الاثنين التانيين برضو. ال3 قطع جايين حجمهم كبير جدا ما شاء الله. حجم بتاعهم كويس قوي. تيجي معاهم قطعتين عيش كده عشان تعمل ساندوتش. ده شكل العيش. تعال ندوق كده التندر الاول من غير ما نحط عليها اي صوص او في العيش. الميزه ان طبقه السبايسي مش عاليه قوي. الفراخ من بره مرمشه. القطعه كبيره وملحمه، يعني هي مش قطعه رفيعه، اللحم فيها كتير، والفراخ نظيفه ومفيش فيها اي ريحه زفاره خالص. تحفه بصراحه. تعال نجرب الصوص كده. هو ايه الصوص ده؟ هو في طعم مايونيز ورانش، مش عارف اسمه ايه يعني. ممكن بعد الحلقه اقعد اشوف الصوص ده اسمه إيه، بس حلو قوي. ماشي مع السبايسي والجو بتاع التوابل وكده قوي قوي يعني. دوق برده الكول سلو. اكتر حاجه عجباني فيه ان هو فريش ومتقطع حتت كبيره كده، شكلها لذيذ قوي. طب احنا هنعمل سندوتش بقى. ناخد بقى ايه؟ انا مش عارف يعني. هو بص العيش، بص القطعه، ننزل عليها بشويه صوص كده. انا ما بحبش كول سلو بيبقى على الاكل نفسه مباشر يعني، بس بص هم عاملين السندوتش المتين ده. عايز اقول لكم الطعم بتاعه عالمي، مغطسه برده في الصوص كده. انا ممكن يعني بيتهيألي ان الصوص ده هو هاني ماستر. فانتوا اكدوا معايا اللي كان عن كوكو سكواد وعارف نوع الصوص ده، يكتب لي في الكومنتات. قطعه تندر جايه كبيره، حلو قوي، على السعر 360 جنيه بالنسبه لباقي براندات. هنشوف هل ده سعر مناسب ولا لا. بصراحه التندر تحفه. تاني حاجه جايبينها من كوكو سكواد هي اغرب حاجه انا شفتها. يعني انا عمري ما شفت سندوتش مكرونه. المحل من يا زمن كون ان الواحد يشوف سندوتش مكرونه ده، فده شيء غريب جدا. فهم عاملين ساندوتش ميكن تشيز بالتندر السبايسي اللي هي الناشفيل. فانا مش عارف شكل السندوتش ده هيبقى عامل ازاي. ده كده شكل السندوتش. بص انا على فكره ما كنتش مصدق. ده هو فعلا مكرونه، يعني هي فعلا ميكن تشيز. بص حاطين مع التندر ميكن تشيز، وفي من تحت خيار مخلل والصوص. انا مش عارف الميكس ده ممكن يبقى عامل ازاي. انا هموت واعرف الميكس ده اللي هو سندوتش مكرونه ده هيبقى عامل ازاي. ايه ده؟ انا اول مره اجرب حاجه غريبه بالشكل ده. القطعه بتاعت التندر، او هما في قطعتين تندر في الساندوتش، تحتهم في خيار مخلل كتير والصوص والميكن تشيز. هي مليانه جبنه. طعم الجبنه مع التندر مع الصوص بتاعهم مع الخيار المخلل مودين تجربه. انا اول مره ادوق طعم ساندوتش عموما فرايد تشيكن بالطعم ده. يعني انا مش عارف هو اسمه ايه، بس الساندوتش ده عالمي عالمي عالمي. لو عايز حاجه تجرب حاجه جديده لازم تروح تجربه. حلو 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 قوي. يلا بقى نخش على بعضه. تاني واحد معانا ستريكس جاي بسعر ال4 قطع ب 290. وده بالنسبه لي سعر عالمي، لان انت بتتكلم ان كوك سكواد جايب لك ال3 قطع ب 360. برضه جاي الباكنج بتاعه جميل، الاوردر منظم. ايه الكبير ده؟ في حاجه كبيره. هو جايب كده بوكس كبير، مناديل، شوك، 2 كول سلو، واحده توميه، بس مش عارف هي توميه ولا لا، هيتاكد. وكمان البوكس ده. دي كده شكل قطع التندر عند ستريكس. هو جايبها لك كده وعامل لك حواليها بطاطس كتير وفي عيش من تحت اهو. بصراحه البرزنتيشن بتاع القطع هنا عاجبني اكتر، اللي هو جايب البطاطس مع الفراخ وكده، شكلها حلو قوي. فتعال ندوق كده بطاطس عاديه، بس عشان الدليفري فهي جايه تساعد شويه. قطع التندرز هنا شكلها اصغر شويه. هوريكم برده 2 تانيين. هي في واحده بس حاسس انها كبيره قوي، بس دول 4 قطع ف 290. السعر بتاعهم احسن. وانا ملاحظ حاجه برده ان هي لونهم افتح من كوك سكواد. فتعالى كده ندوق من غير الصوص ومن غير عيش. مش عارف، انا مش حاسس طعم تتبيله. هو انا حاسس بالسبايس عالي،
وهي مالحه شويه، انا حاسس ان التتبيله جايه مالحه قوي عن جايه مالحه قوي عن الطبيعي. بص، هو اهم حاجه هي تتبيله فعلا على الفراخ كلها. طعم بتاعها حلو، السمك بتاع القطع حلو، بس حاسس بملح زياده قوي، حاسس بالسبايسي، بس مش حاسس ان انا باكل ناشفيل تشيكن. انا حاسس ان انا باكل ستريبس سبايسي. فحاسس مش حاسس طعم التوابل، حاسس طعم بس شطه عالي، شطه توابل، مش ده اللي غايب على طعم الساندوتش. هو سبايسي قوي يعني. تعال ننزله كده في الكريم اونيون ونجربه. لا مش فاكر معايا الصوص مسكر قوي، هو الصوص سويت قوي وهي سبايسي والملح بتاعها زايد، فالطعم في بقي مش احسن حاجه. م-م. ما عجبنيش بصراحه. تعال نغير الساندوتش. الساندوتش برضه جاي بنفس البرزنتيشن، حاطط لك كده الساندوتش ومعاه بطاطس. تعال ناخد الساندوتش كده. هو مزايد جامد يعني، هو جاي مزايد جامد كده. ايش، تعال نفتح بقى الساندوتش كده. هو اسمه ساندوتش سيرانشا بيكون ب 209، عباره عن شريحه صدور الفراخ بالناشفيل صوص مع بيف بيكون وشريحه جبنه وصوص سيرانشا وخيار مخلل. ملاحظ ان حجم القطعه اللي في الساندوتش صغيره قوي يعني بالنسبه للبراندات التانيه، فان شاء الله الامل يبقى في الساندوتش ده. يلا. في مشكله في الملح في البراند. الخيار مخلل مالح قوي والصوص هو كمان عليه سبايسي غير الفراخ، بس البيكون مش ماشي انا مش حاسه ماشي مع الكلام ده، فمش عارف، بس التجربه دي ما كيفتنيش يعني. يلا نخش في اللي بعده. تالت واحد معانا هاشفيل. طيب احنا جايبين من هاشفيل 3 قطع تندر، الثلاث قطع دول سعرهم 320 جنيه، تمام. وبعد كده هقول لكم السندوتش، لان السندوتش ده مفاجاه يعني. انا عايز اقول لك ان ده ممكن يكون اغرب سندوتش انا جربته في حياتي. بس انت عارف اكتر حاجه بتعجبني في هاشفيل؟ الباكنج بتاعه. جايب قطعه عيش كده، وجايب صوص كده، نشوف ده صوص ايه، وباكت بطاطس والبوكس، وجايب الساندوتش. ده كده الشكل بتاع الفراخ جايه لونها غامق وشكلنا داخلين على مرار طافح. طيب بص، هي كده قطعه تندر متوسطه، مش كبيره ومش صغيره. طيب هو جاي معاه، انا بتهيألي ده الهاني ماستر. بصراحه جايين الحاجه متغلفه كويس قوي، مفيش حاجه واقعه. ده شكل كده الصوص بتاعهم. هاكد لكم برضه ده ايه. هندوق الاول التندر، بس شكلها مغري، بس الواحد خايف. اللون بتاعها غامق ومليانه صوص كده. الطعم بتاعها بريميوم قوي. التتبيله خطيره. بصوا التتبيله هنا داخله جوه في الفراخ نفسها. التتبيله حلوه قوي قوي وواصله الفراخ جوه. لا عالميه. السبايسي بتاعها مظبوط، فراخ مقرمشه قوي من بره وطريه من جوه، بصراحه عالميه. ده بالنسبه لي احسن طعم جه لغايه النهارده. تعالى ننزل في الصوص كده. ايه ده؟ الصوص ماشي قوي 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 مع التندر. طعمه خيالي، سنه مزازه صغيره ماشي مع التوابل اللي في التندر. عالمي. هو ده التعريف المثالي بالنسبه لي في الناشفيل تشيكن. تعالى هحط التندر في جنب، وهنجرب اغرب سندوتش انا جربته في حياتي. ده سندوتش عند هاشفيل اسمه المانجوانا. فده سندوتش بالمانجا. ده كده الشكل بتاع الساندوتش. عايز اقول لكم الشكل بتاعه حكايه. ده ساندوتش بقى تندر، يعني في تندر مع المانجا، فده ساندوتش بصوص المانجا. فهل المانجا هتمشي مع فكره النجم، هتمشي مع الاكل اصلا؟ يعني المانجا دي الواحد بيشربها عصير ياكلها. فبصراحه الموضوع مشوق جدا، الواحد يجرب. الواحد بص الفضول. بص قطعه التندر في الساندوتش كبيره قوي، والصوص مغرقها. ساندوتش ريحته مانجا. يلا ناخد قطمه من الاختراع الغريب ده. هو في حاجه كده اصلا؟ يعني في حاجه زي كده موجوده بجد؟ يعني اصلا الساندوتش هم بيقدموه جماعه غريب قوي، غريب 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 يعني. ده صوص مانجا بجد. هو فعلا هو اغرب ساندوتش انا جربته. هم جايبين صوص المانجا، ما تفهمش بقى مخللينه. يعني هي مش مانجا مسكره، هي فيها السويت بتاع المانجا، بس فيها مزازه كده ماشيه قوي مع التندر ومع الصوص اللي مع التندر، وماشيه قوي مع السبايسي ومع الخس مع الخيار المخلل. عايز اقول لكم ان ده احسن سندوتش ناشفيل تشيكن انا دقته في حياتي. حلو جدا. سندوتش حلو ولا غلطه، ما فيش حاجه مش ماشيه مع بعضها. الفراخ من جوه تحفه، جميله جدا، نظيفه. الصوص من بره على السندوتش كتير. الطعم والشكل بتاعه حكايه. بصراحه انا لو هاكل من هاشفيل هروح اطلب المانجوانا. حكايه. انا بالنسبه لي دي احسن تجربه انا خدتها لغايه دلوقتي. يا جماعه انا بريكومند السندوتش ده بقوه جدا، لازم تجربوه. السندوتش ده حلو قوي. رابع واحد معانا كريسبي هن. كريسبي هن لغايه دلوقتي هو جاي بارخص سعر، جاي ال4 قطع تندر عاملين 250 جنيه، يعني 249 جنيه.
بصراحه الناس لما عرفوا ان الاوردر داخل تصوير جابوا لنا كل انواع الصوصات مع الاوردر. فتعالى اوريكم كده ايه اللي جاي مع الاوردر، ان هم فعلا جايبين كل انواع الصوصات. بصراحه الباكنج بتاعهم شكله برده جاي محترم، شكله محترم قوي يعني بصراحه. ايه ده؟ انا خايف اكل منه. ده كده شكل التندر عند كريسبي هين. انا عايز اقول لكم ان انا اول مره اشوف ناشفيل تشيكن باللون ده. يا جماعه الالوان بتاعتها غامقه قوي. عايز اقول لكم ان الاربع قطع وبسعر 250 جنيه. مش عارف، انا متفائل قوي 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 بيه. الاربع قطع جايين حجمهم كبير جدا بسعر 250 جنيه، والتتبيله شكلها سبايسي قوي. هو جاي معاه من تحت كده. انا اول مره اشوف ده وافل صح؟ اول مره اشوف مطعم بيقدم مع الفرايد تشيكن وافل. انا ما اعرفش التجربه دي تبقى عامله ازاي بصراحه. طيب هم جايبين صوصات كتير، فاحنا اكيد مش هنجربهم كلهم، هم اشكروا يعني بعد ده كل الصوصات. احنا هنحاول بس عشان الواحد متخوف ياكل من دمار. انت بس ريحتها اندومي. امم يلا نجرب. الحمد لله مش سبايسي قوي. هو الطعم بالنسبه لي في بقي يعني هي عليها توابل وكل حاجه. بس اكتر حاجه جايه في طعم في بقي الطعم بتاع الاندومي. طعمها اندومي قوي، مش وحشه، حلوه بس مختلفه، تجربه غريبه بصراحه. والسبايسي هادي خالص، يعني انا كده اكون مش حاسس بطعم السبايسي خالص. بس قيمه مقابل سعر بصراحه. ان هو جايب اربع قطع بالحجم ده، جايب معاهم برده خيار مخلل صغير كده شرايح. لا طعمه حلو جدا. وكانت الوافل لا بصراحه كوجبه هي احسن قيمه مقابل سعر جت النهارده. تعال بعد كده نجرب الساندوتش. طيب هو الساندوتش ده اسمه زاهومي، عباره عن قطعه ناشفيل مع مايونيز بالثوم المشوي وخس وخيار مخلل. ده كده الشكل بتاع الساندوتش. هو كده مليان صوص بتاعت التندر، ومن تحت في خس، وده صوص الثوم المشوي. تعال نجرب كده. صوص الثوم المشوي ده فوقيه قوي طعم التوميه، يعني مش بعيد خالص عن طعم التوميه. بس اللي مبوظ عليا التجربه بتاعت الساندوتش بصراحه الخس من تحت مش فريش، وكميته كبيره جدا. يعني بصوا كميه بتاعت خس كتير مبوظ عليا طعم الساندوتش. والخس مش فريش، هو جاي من اللي هو الاخضر ده، بس عنده كده من غير الخس. الساندوتش طعمه كويس، طعمه لذيذ، بس الفكره ان في البراند ده انا مش حاسس بطعم السبايسي خالص. تمام. مشكلتي مع الساندوتش ده الخس بتاعه بايت او دبلان كده، مش حلو خالص، فمبوظ على تجربه الساندوتش. ولكن الصوص بتاع التوم المشوي ده طعمه عاجبني قوي. خامس واخر واحد ما جاي معانا النهارده هارولد. جاي الاربع قطع تندر جايين بسعر 185 جنيه، وهو ارخص واحد معانا النهارده. ده كده شكل التندر من عند هارولد. جايين اربع قطع بس حجمهم صغير بصراحه. وجاي بطاطس عاديه كده مع الاوردر. واللون بتاعهم يعني مش غامق قوي، اللون بتاعهم فاتح كده، فمش عارف هل هيطلعوا سبايسي ولا لا. هنجرب مع بعض. كده صوتهم على الاندومي في ايه؟ توابل الاندومي مغطيه السندوتشات بطريقه مش طبيعيه. بس عايز اقول لكم ان هو سبايسي جدا. ليفل السبايسي عنده عالي قوي. قطعه سبايسي قوي قوي قوي. هو كفراخ الفراخ كويسه، ولكن حجمها صغيره خالص. الكريسبي من بره وطريه من جوه، والتتبيله برده مسمعه جوه تمام. بس هو سبايسي قوي، وانا ملاحظ ان التتبيله بتاعته برده تتبيله اندومي. يعني انا بقي ايه مش مميز قوي في طعم الناشفيل اللي انا ضايقه دلوقتي. يلا نجرب الساندوتش. هنخش بعد كده على الساندوتش. معانا ساندوتش اسمه الفاير هاوس. ده شكل الساندوتش. جاي السعر بتاعه 120 جنيه. جايين القطع في قطع هالبينو كبيره وفلفل كده جوه الساندوتش، وخس من تحت. تعال نسيبه كده عشان نعرف نمسكه وندوق الساندوتش. ساندوتش مولع. بص الساندوتش مليان فلفل سبايسي بطريقه مش طبيعيه. السبايسي فيه عالي فشخ. مش قادر. لا مش هقدر اكمله. السبايسي حراق قوي قوي قوي. هو عايز حد بيحب الشطه سندوتش حراق جدا. انا مش عارف، بس انا ماليش في الحراق جامد قوي كده، بس اللي هياكله وبيحب الحراق هيكيف السندوتش ده جامد قوي. يلا بقى نشيل الحاجات دي وارتبهم لكم. احسن مطعم جه النهارده بالنسبه لي هاشفيل. هاشفيل جاي التندرز بتاعته كبيره جدا. الشكل بتاعها تحفه. الطعم بتاعه ليه تتبيله خاصه بيه كده، طعمها حكايه. حلوه قوي 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 قوي. ممكن يكون سعره غالي شويه، ولكن الطعم بتاعه خرافي بصراحه. وبالنسبه للسندوتش، يعني السندوتش ده بالنسبه لي المانجوانا ده هو مانجوانا فعلا. انا عايز اقول لك السندوتش ده هيبقى المفضل عندي في الناشفيل. سندوتش حلو قوي. صوص المانجا جاي معاه، مش عايز اقول لكم بجد لازم تجربوه. حلو قوي 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 قوي. فاللي كسب معانا النهارده هاشفيل. في 5 هيكسبوا معانا. ما تنساش تشترك في القناه، تعمل لايك للفيديو، واكتب كومنت فيه احسن ناشفيل تشيكن في مصر. كان معاكم الدرش، سلام.